المواسم بتاعت صيد الجر لازم تبقى عندك خلفية ولو حاجة بسيطة جدا، بحيث ان انت تبقى عارف الشهر اللي انت طالع فيه اليوم ده يخص انهي موسم، لان انت ممكن تبقى طالع تستهدف سمكة الدراج وهي مش في الموسم بتاعها، فانت بالتالي مش هتقدر تطلع دراج في الحالة ديت، والعكس صحيح مع اي نوع سمكة. والهدف ان في بعض الاسماك بتنشط في شهور معينة والبعض الاخر بينشر في شهور اخرى، فانت لازم يبقى عندك خلفية عن مواسم الهجرة بتاعت السمك. وبرضه عشان تقدر تبقى عارف انت مثلا لو طالع الغردقه في الشهر بتاع الهجره او الموسم، بس هو لسه يا دوبك داخل على شلاتين ومرسى علم والكلام ده كله، فانت برضو مش هتقدر تطلع السمكه اللي انت مستهدفها لان هي لسه ما دخلتش على الغردقه، فبالتالي تقول ايه ده طالع في الموسم بس ما طلعت السمك. فلازم تبقى عارف برضو موسم الهجره بتاع كل سمك على قد ما تقدر، وتقرا وتتفرج على فيديوهات بشكل عام. انا مقسم الموسم بطريقه بسيطه جدا سهله، بحيث ان انا ابقى عارف هشتغل على انهي جزء في العمود المائي. احنا لو قلنا ان ده العمود المائي، فانت اول حاجه عندك وش الميه اللي هو سطح الميه، وبعد كده بين الميتين، وبعد كده القاع. فانت بناء عشان تقدر تختار الاداه الصح اللي انت هتستخدمها، فانت لازم تبقى عارف هتشتغل على انهي جزء من دولت، وده هتحدده بناء على الموسم او اليوم اللي في الشهر اللي انت طالع فيه الرحله بتاعتك. فاحنا مثلا لو اتكلمنا على الجزء الاولاني خالص اللي هو سطح الميه، فاحنا ممكن نقول من شهر 2 لشهر 4 ده بتستهدف الدراج والماهي ماهي وسمكه التونه. فانت لو رميت في الشهور دي على وش الميه ممكن حاجه من دول يطلع لك. لو جينا اتكلمنا على القاع، فانت عندك القاع من شهر 5 لشهر 10 تقدر تستهدف الناجل والشرايف والطراد والكشر والهوامير والحاجات دي كلها، كل ما هو ساكن في القاع بين الميتين ده موجود طول السنه، ما عدا طبعا شهر 11 و12. ليه؟ لان الاسماك اللي هنا عندها القدره انها تطلع تتغذى من سطح الميه، والبعض منها يقدر يتغذى من القاع. فعشان كده دايما اغلب الصيد بتاعكم بيطلع يا بياض يا براكودا، هم دولت اللي بيبقوا موجودين بين الميتين طول السنه.